ماشي، اول حاجة انتوا وحشتوني جدا جدا، يعني اكتر ما ممكن تتخيلوا. انا عامله ايدي كده تحس ان انا خانقاكوا، بس انا عشان هي نفس المعاناه اللي احنا اتعودنا عليها بتاعه السلك. بس ممكن نقرب الكاميرا، بس هحلها. ماشي، انا ما حليتهاش. عامله بالايد التانية. المهم يعني هو يعني طوله تمام، طوله كويس. اسفه جدا ان انا بقالي، يعني هم مش بقالي كتير بصراحه، بقالي اسبوع وشويه، بس ستيل برضو انا اسفه جدا عشان انا ما بحبش ان انا اطول وما اصورش. يعني انا دايما صريحه معاكم، فانا الصراحه ما كنتش مشغوله في حاجه او ما كنتش مسحوله في حاجه. بس من ساعه ما رجعت من السمر بريك اللي انا كنت بعمله، اللي انا نزلت منه 2 فلوج في كريفينج بيس وكده، من ساعه ما رجعت من الجونه وانا كنت بس حاسه ان انا عايزه افصل، او مش عارفه، يعني حاسه ان انا ما كانش في بقى اللي هو الحماس وكده. وده طبيعي عشان احنا بشر، فطبيعي احيانا بيجي لنا وقت بيكون مفيش حماس بقى ان احنا نعمل الحاجات اللي احنا بنحبها حتى وعارفين ان هي بتبسطنا وكده. بس انا خلاص رجعت، ويعني انتوا المفروض ان انتوا تبقوا حفظتوني الصراحه، ان انا بيجي لي وقت كده ببعد وبرجع تاني، فانا رجعت بس. واسفه، وهحاول ما اطولش تاني. وانا لما برجع بفيديوز كتيره. وعايزه اقول لكم ان الفتره اللي انا كنت بعيده عنكم فيها كنت في دماغي، يعني انا كنت بفكر وكنت بكتب افكار. ما كنتش يعني انا كنت بكتب ومش عارفه انا هصورها وهبدا اصور تاني امتى، بس انا كنت بكتب افكار وكنت انتوا في دماغي، فحبيت اقول المعلومه دي. مش سمحتوني، يعني يا رب تكونوا سمحتوني. طبعا كالعاده ايس كوفي، عشان اي فيديوهات دردشه وهنقعد نرغي بقى لازم تجيبوا حاجه تشربوها او تاكلوها براحتكم. بس انا طبعا عشقي الايس كوفي. عايزه اقول لكم ان هو شكله مش محمس، وانا الصراحه دقته وطعمه كمان مش حلو، بس كويس يعني مش بشع قوي. وانا بس الفتره دي مقلله سكر، وحاسه ان انا بقى يعني هنقعد نحكي بقى وهنسيب موضوع الفيديو، بس معلومه يعني فهو مر سيكا بس عادي. فيديو النهارده بقى حسيت ان انا عايزه اتكلم عن الموضوع ده، وهو الصراحه الانسبيريشن او الفكره جات لي من الكتاب اللي انا كنت واخداه معايا في الجونه وبقراه، اللي هو الخروج عن النص لمحمد طه. الكتاب ده يعني انا مش هتكلم على الكتاب، انا هتكلم عن اللي هنتكلم عنه النهارده. بس انا اللي هتكلم عنه النهارده اثر فيا من الكتاب. عارفين لما تبقوا اللي هو بتقروا كتاب وتحسوا كده في صفح معينه الكلام اللي فيها تحسوا ان الكلام ليكوا او ان هو حقيقي جدا، واللي هو لا انا عايزه منساهوش، وعايزاها تبقى حاجه زي دايما ريمايندر او حاجه يعني موجوده في المايند سيت، وافكر بالطريقه دي. قلت لازم عشان احنا فاميلي مع بعض لازم ان انا ندردش مع بعض في الموضوع ده، واحكي لكم حاجات عنه، واللي هو نتكلم عن كل حاجه فيه. هو ان انت لازم او انت لازم في حياتك اي حد حواليكي ما تفضليش شايفاه بفيرجن او بنسخه قديمه هو كان عليها. انا مقتنعه دايما ان كلنا بنتغير، ويعني انا دلوقتي مش زي انا من سنتين فاتوا او انا من شهرين فاتوا حتى. مش شرط يبقى التغيير كبير، وفعلا ساعات اللي فيه حاجة مش بتتغير، بس مع الوقت ومع الحاجات اللي بنتحط فيها ومع الدنيا عامة مش أسهل حاجة، فكلنا بنتحط في مواقف معينة، فبتعرف حاجات عن نفسك، شخصيتك بتتغير وبتتشكل عامة بكل التجارب وكل الحاجات اللي احنا بنعيشها. ومش انا بس، انا واي حد في حياتي واي حد في حياتكم وانتوا كلنا عامة بنتغير. فما ينفعش ان انا مثلا اللي هو عشان انا بحب فلان او فلانة وكنت بحب وقت معين وذكريات معينة وايام معينة افضل شايفاها بنفس الكاركتر او نفس النسخة اللي هي كانت فيها ساعتها، لان احنا كلنا بنتغير. فما ينفعش ان احنا نربط نفسنا بنسخ قديمة من الناس في حياتنا بس عشان احنا كنا بنحب النسخ دي. فاحنا خلاص مش عايزين ان احنا نشوف النسخة الجديدة اللي ممكن تكون مش حاجة انا حباها قوي او فيها حاجات كتيرة، مواقف كتيرة عشتها ما كانتش حلوة من الشخص، فاللي هو انا بلغي كل ده ولسه حابسه نفسي في النسخه القديمه الحلوه اللي انا بحبها وجايه على هوايه، ومش بشوف الشخص او الشخصيه بالفيرجن الجديد اللي هي عليها دلوقتي. وحتى انا يعني مش بس المفروض ان احنا نعمل ابديت او ننزل بالنسخه الجديده لكل الناس اللي في حياتنا، الناس اللي حوالينا، ونكون بنتعامل معاهم واحنا عارفين الفيرجن او الشخص او المواقف اللي هو بيعملها دلوقتي مش الحاجات القديمة. نفس الكلام لازم ان انا اعمل ابديت لنفسي. يعني زي ما قلت انا من كام شهر فاتوا ما كنتش انا دلوقتي، في حاجات انا اكتشفتها عن نفسي. يعني مثلا ابسط مثال، حاسه ان انا دايما بقول المثال ده بس معلش هقوله، لازم دايما بحسه محشور في صدوري لازم يطلع. ثانويه عامه مثلا،
طبعا مبروك لاي حد خلص ثانويه عامه، وان شاء الله تكونوا مبسوطين دلوقتي، وحتى لو مش مبسوطين دلوقتي فهتبقوا مبسوطين قدام، لان هي الدنيا زجزاج يعني. بس نرجع لموضوعنا عشان انا بحب ارغي معاكم وبسرح ساعات في الكلام. انا مثلا في ثانويه عامه اتعلمت عن نفسي حاجات ما كنتش عارفه ان هي فيا. اتعلمت ان انا يمكن مش صبوره، واي حد عامه لما يقول لي ايه صفه مش بتحبيها فيكي، هو دايما اجابتي بتكون ان انا ما عنديش صبر قوي، ودي حاجه انا بجد بحاول ان انا اشتغل عليها. بس في ثانويه عامه اكتشفت ان انا لما بكون قلقانه ومتوتره وبكون بجد اللي هو واثقه في البلان اللي مكتوبه لي ان انا اعيشها، لان في ثانويه عامه كان في بريشر وضغط واكتئاب وكل حاجه وحشه ممكن نتخيلها، كانت سايكل ما بتخلص. اي حد داخل عليها، انا مش بوتركم يعني، كله بيعدي والله، ما بقاش ليها اي لازمه، بس شد حيلكم يعني. بس انا مثلا عرفت ان انا صبوره جدا في الفتره دي، ولما مثلا دخلت الجامعه انا ما كنتش عارفه ان انا بعرف اكوميونيكيت قوي، او ان انا بحب اصلا. يعني انا دايما كنت بصنف نفسي ان انا انتروفيرت، اللي هو يعني انطوائيه اكتر ومش بحب قوي اتعامل وكده. بس دخلت الجامعه او قبل الجامعه بشويه كمان بدات احس ان انا مش كده خالص، بدات احس ان انا الاثنين، يعني ساعات ببقى انتروفيرت وساعات ببقى اكستروفيرت بقى، اللي هو عايزه اتكلم واعرف ناس جديده واحط نفسي في فرص جديده تخليني اعرف ناس اكتر. بحب عامه اتواصل مع الناس. فدي حاجه عرفتها بعد فتره لما دخلت الجامعه، ولقيت ان انا بعرف ناس بسرعه وما بحب ان انا اتكلم واتعامل وارغي. وبعد كده مثلا بعدها بشويه لقيت نفسي بعمل حاجات بره الكومفورت زون او بره السيركل او الحته المريحه اللي انا بحشر نفسي فيها وبتقوقع فيها. بدات احس ان انا بجد لما ببقى حاطه في دماغي ان انا عايزه اجرب حاجات جديده واعرف نفسي اكتر، واتحط في فرص تخليني افهم نفسي اكتر، انا فعلا بعمل ده. مع ان ممكن تكون ساعات حاجه مش مريحه بالنسبه لي، او اللي هو انا متوتره او خايفه افشل بعدين والجو ده. بس عرفت بعد فتره برضو، يعني بصوا انا عماله من ثانويه عامه لكذا فتره لقدام ملك بتتغير. اكتشفت ان انا بعرف ان انا اخرج من السيركل المريحه بتاعتي واجرب حاجات جديده، عشان من جوه انا عايزه اعرف اكتر واجرب اكتر. مثلا انا ما بعرفش احكي، بس ممكن نقول حته كده يعني، اكيد كده مش هعرف احكي بس انا هتكلم. مثلا من فتره طويله شويه حسيت ان في كذا شيفت او كذا تغير كبير بيحصل في حياتي، واكتشفت ان انا شخص ما بيحبش لما يحس ان الدنيا فجاه كانت ماشيه كده فجاه مشيت كده. هي ممكن يبقى كده حلو كل حاجه، بس هو يعني انا ما بقاش متعوده على الشيفت او التغير اللي حصل. فانا اكتشفت مثلا صفه فيا ساعتها ان انا ما بحبش، ان انا شخص روتيني جدا وما بحبش فجأة كل حاجة او احس ان في حاجات بتتغير في حياتي. حاجات كنت متعودة على ان هي تبقى موجودة ما تبقاش موجودة. ده كان بقى حاجات اشخاص، اكتشفت دي حاجة فيا يعني. فدي حاجة مثلا من موقف الدنيا حطتني فيه، عرفت ان انا دي حاجة في شخصيتي وصفة فيا، وبحاول ان انا ابقى انسان بيتأقلم اكتر. بس دي حاجة فيا مثلا بحس ان هي جزء مني، انا ما بعرفش ان انا اتأقلم بسرعة على اي تغيرات في حياتي عامة. فبصوا قد ايه من ثانوية عامة لدلوقتي وعمالة ابعد اكتر، انا في حاجات كتيرة بتضاف فيا. طريقة التعامل بتاعتي مع المشاكل اللي ممكن اتحط فيها مختلفة جدا من ممكن اتعامل ازاي من سنتين فاتوا او وقت فات. كنت بخاف اكتر، دلوقتي ما بقيتش اخاف، ما بقيتش عادي. انا لو في حاجة مش حابة ان انا اعملها ما بقول ان انا مش عايزة اعملها، بقيت صريحة جدا. ما بقيتش عارفين اللي هو بقيت حاسه ان انا عندي وعي وعارفه انا حاسه بايه ومحتاجه ايه، فانا بقوله عادي عشان انا ده اللي فارق لي وده المهم، اللي هو انت تبقى عارف وحاسس انت ايه اللي بيبسطك ايه اللي مش بيبسطك، مين الناس اللي بتخلي طاقتك نيجاتيف ومين اللي بيخلوا طاقتك بوزيتيف وانت مبسوط معاهم وحاسس ان انت مش اللي هو انت مش مرتاح او كده. من وقت فات لا ملك ما بتعرفش تعبر، ما بتعرفش تفهم اصلا هي جواها ايه. ممكن ابقى متضايقه ومش عارفه متضايقه ليه، وستيل بتحصل ساعات لان دي حاجه بحسها طبيعيه جدا في البشر. بس انا يعني حاجه المواقف والحاجات اللي انا حاسه ان هي ممكن تبقى experience او خبره اتحطيت فيها، حاسه ان هي خلت شخصيتي تختلف مع مرور الوقت.
وعشان كده الوقت بجد حاجة مرعبة. يعني ممكن اللي هو لما نفكر دلوقتي قد ايه من حاليا الوقت ده لوقت فات، كم شخص كان في حياتنا مثلا وخرج منها، او كم شخص ما كانش موجود وبقى فيها وبشكل فجأة unexpected. حاجات كنا متعودين نعملها مبقناش نعملها، فالموضوع بيبقى مرعب. يعني الوقت بجد عشان كده دي حاجة انا بخاف منها ساعات بصراحة، بس هو بجد الوقت مرعب. فنرجع لموضوعنا. في الوقت ده طبيعي ان كل الناس اللي حوالينا شخصيتها متفضلش هي نفس الشخص على طول. فانا مش عشان انا بحب شخص، يعني هنقول مثال مثلا واحدة بتحب حد جدا او حد بيحب واحدة جدا whatever. يعني انا حاسة ان انا في العادة ما بقولش examples او امثلة في حتة relations وكده، فممكن نرمي مثال يلا. فهي ما ينفعش تفضل شايفاه بنفس الطريقة اللي هي حبته فيها قبل كده، وكل الميموريز الحلوة وكده. طبيعي الميموريز بتكمل وممكن تفضلوا فاكرينها وحابينها وكل ده، بس ما ينفعش ان انتوا تفضلوا شايفين الشخص على نفس الفيرجن اللي انتوا كنتوا بتحبوه زمان، مع ان هو حاليا ممكن يبقى فيرجن مختلف خالص. في حاجات كتيرة قوي بتخليكوا منتلي مش كويسين، اغلب الوقت متضايقين وكل الجو ده. فاللي هو ما ينفعش ان انا افضل شايفة شخص بنفس الطريقة اللي انا كنت بشوفه بيها زمان بس عشان انكر، ابقى اللي هو في دينايل بقى ان لا ده شخص كويس لسه وهو نفس الشخص اللي انا حبيته. امال انا حبيته ليه؟ عارفين الجو ده. فاللي هو لا، مفيش حد بيفضل هو نفس الشخص على طول. ساعات بتتفاجئ من الناس اللي حواليك، طبيعي. سيبكوا بقى من جو ريليشنز، مثلا صحاب فجأة اللي هو تحس ان حد كان عشرة عمر بقى وبست فريند وبتحبها جدا، وفجأة تحس ان انت اتحطيت في مواقف اللي هو لا مين ده او مين دي، انا مش متعود ان يبقى الشخص ده بيطلع منه حاجة زي كده. فاللي هو تتفاجئ. فنرجع لفكرة ان ما فيش حد بيفضل نفس الشخص اول ما بيتولد، او اول ما انت اتعرفت عليه وشفته بطريقة معينة وحبيته بطريقة معينة. مفيش حد كده، بعيدا عن جو اللي هو لاف بومبينج بقى، او اللي هو ان حد يقعد يديك حب في الاول وفي الاخر يفاجئك بالحقيقة وان هو مش كده خالص. انا بتكلم في العموم ان بجد ساعات بيبقى unexpected، فجأة تلاقي او من غير ما تلاحظ يعني فجأة تلاقي حد انت كنت بتحبه جدا اتغير. وده طبيعي لان هي الدنيا مش زي ما هي مش ثابته، الناس اللي فيها واحنا عامه مش خط واحد، احنا بنتغير وشخصيتنا بتتغير، طريقه تفكيرنا بتختلف، ساعات للاوحش وساعات للاحسن. ودي حاجه عشان كده دايما بحاول ان المايند سيت تبقى فيها وعي، واللي هو لا انا عارف انا حاسس بايه وعارف انا ايه الوحش فيا، فانا بحاول اغيره. عشان هي دي الفكره، ان انت ممكن تتغير للاوحش ممكن تتغير للاحسن. وانا ما بقتنعش بصراحه بجملة اللي فيه حاجة ما بتتغيرش، او تقريبا قلتها غلط بس انتوا فاهميني، اللي فيه دائما ما بيتغيرش او حاجة كده. هي صح، ساعات فعلا بتبقى صعب، بس انا بحس ان لو حد حط في دماغه حاجة وبيبقى عايز يعملها عشان هو نفسه مش بس عشان اللي حواليه بيتأذوا منه او كده، هو فعلا ممكن يتغير. بس ساعات لما تبقى مرة في مرة الشخص ما بيتعلمش من غلطه وبيفضل هو نفس الفيرجن اللي مش احسن حاجة، ساعتها بقى بنحس ان لا الشخص ده فعلا مش هيتغير. لان في ناس بتضحك على نفسها اللي هو لا انا اتغيرت وكده بس عشان تفكس او تصلح اللي بيحصل دلوقتي او اللي حصل. انا حاسه ان انا نسيت الايس كوفي، انا نسيته جدا. التلج اختفى، التلج اختفى بجد، بس هو مش من حلاوته، طعمه وحش قوي. يعني يا رب المشروب اللي انتوا تكونوا جايبينه في الفيديو يكون ألذ من كده عشان ده صعب، بس عادي يعني. عايزه اجيب لكم البيج برضو، استنوا اقول لكم. انا الفتره دي عندي بصوا حودت وسرحت وهرغي معاكم في حاجه مالهاش علاقه بالفيديو، بس يعني هقول لكم عادي بما انها قاعده يعني دلوقتي معايا. يعني عايزاكم تتخيلوا ان احنا قاعدين مع بعض، عشان دايما بيبقى ده التخيل بتاعي، فلازم تبقوا عايشينه معايا. معلش استنوا طيب ادور عليها عشان هي كذا تشابتر. مش هو تشابتر 7، وبجد في شويه جمل في التشابتر ده تحفه. يعني قد ايه ممكن تظلم نفسك بس عشان انت شايف حد في نسخه انت كنت حاببها فيها قبل كده، فانت بتنكر اي حاجه دلوقتي موجوده، او بتنكر الواقع من الاخر، وبتظلم نفسك وبتظلم الشخص اللي معاك ان انت لسه شايفه نفس الفيرجن ومش قادر ان انت تغير او تعمل ابديت لنفسك ونظرتك للشخص. ففكره يعني انا وانا جوه التشابتر ده حسيت ان انا فعلا اللي هو لا ستوب، احنا محتاجين نعمل ابديت لكل الناس اللي في حياتنا ونشوف فعلا الناس
بحالتها دلوقتي او بالفيرجن اللي هي فيها دلوقتي، واشوف نفسي باللي انا فيه دلوقتي. هعمل شيفت او نقله صغننه، يعني لسه قايله لكم ان انا ما بحبش الشيفتات في عامه. مهم يعني في فرق كبير جدا ما بين انك تسامح شخص وما بين انك تنسى اللي حصل عامه. وده ليه علاقه باللي بنتكلم فيه، عشان انت وانت بتعمل ابديت للناس اللي حواليك لازم تبقى عارف ان عادي انك تسامح شخص، عشان انت مش عايز تبقى شايل منه، ومش عايز تبقى في سايكل. ساعات ان انت عامه تسامح حد بتبقى حاجه مريحه جدا ومسالمه جدا وحاجه بيسفل، فانت بتعمل كده عشان انت كمان نفسك ما تبقاش اللي هو حاسس انك شايل بقى ولسه بتفكر ومتضايق، فاللي هو انا سامحت حتى لو انا لسه ستيل مش متقبل اللي حصل قوي. فساعات اللي هو انت بتسامح عشان انت عامه for your own peace يعني. فمش معنى انك سامحت حد انك تفضل شايفه بنفس الفيرجن اللي انت كنت بتحبه. يعني هنرجع لنفس النقطة تاني، انت سامحته بس مش معناه انك تنسى اللي حصل. يعني ساعات بيبقى في حاجات اللي هو عادي لازم انك تسامح وتعدي، لان كده كده محدش بيرفكت وكلنا فينا عيوب وكلنا بنغلط. ولما بنعترف بغلطنا بتبقى حاجة appreciated جدا ولازم نقدرها. ولازم عامه لما نحس ان احنا غلطنا اللي هو فعلا نحسس اللي قدامنا اللي هو انا بجد غلطت، انا ما كانش قصدي اعمل ده. وكل ده حاجه حلوه جدا وطبيعي ان هو يحصل في الدنيا. يعني اكيد اي حد في حياتك مش هتفضلوا اللي هو بقى خط واحد، لان كل حاجه في الدنيا مش خط واحد. فطبيعي ان يحصل حاجات مشاكل، بس فكره ان حد يخليك منتلي مش كويس وانت بس عشان بتحب فترة معينة مع الشخصية دي، فاللي هو خلاص انت لاغي كل حاجة، لاغي حتى انت حاسس بايه دلوقتي وقد ايه انت ممكن تكون تعبان حاليا اصلا. فمش معنى انك انت سمحت انك انت تنسى، مش معنى انك انت سمحت ان انت خلاص تشوف الشخص ده على نفس الحاجة اللي هو كان فيها قبل ما يعمل اي حاجة ضايقتك او كده يعني. ومش اي حاجة بتبقى سهلة ان انت تنسيها، ومش لازم تكون حاجة اللي هو حد ضربك. ونرجع لفيديو كنت عملته قبل كده اللي هو the effect of words، اللي هو تأثير الكلام. انا ممكن كلمة واحدة او جملة اكون سمعتها تفضل مكملة معايا وافتكرها فجأة وانا شعر ابيض وعجوزة عادي. لان ساعات الجمل بجد لما تكون اللي هو انت مش متوقع ان انت تسمع كده من الشخص اللي قدامك، بتحس ان انت اللي هو متفاجئ وبتفضل مش عارف تعديها. ممكن تسامح بس بعد ما بتسامح انت مش بتنسى. فعشان كده فرق كبير قوي ما بين انك تسامح حد وان انت تنسى اللي حصل. ولازم تكون مقدر انت حاسس بايه او حسيت بايه ساعتها، عشان انت كمان نفسك تبقى عندك وعي ويبقى عندك ادراك وفاهم كل حاجة انت حاسسها او حسيتها قبل كده. لازم تعمل اللي هو انا هغمض عيني وهفتح هشوف الشخص على النسخة اللي هو فيها دلوقتي، مش هشوف حاجة قديمة او مش هشوف الحاجة اللي انا بحبها، انا هشوف الحاجة الحقيقية والواقعية جدا زي ما انا هشوف نفسي بالحاجة اللي انا فيها دلوقتي. ريمايندر كمان عايزة اقوله، هو احنا مش مطلوب مننا او يعني حاجة عايزاكم تفضلوا فاكرينها، مش مطلوب منك ان انت تصلح الناس اللي حواليك عامة. يعني مش معنى ان انتي بتحبي حد او بتحب حد whatever بقى اصحاب ريليشن ايا كان، انا بتكلم في العموم جدا، هو تحاولي تصلحي من الشخص او تحاولي مثلا ترجعيه للنسخة القديمة اللي انتي حبيتيها قبل كده. وانا بقتنع، يعني زي ما قلت لكم مش بقتنع بجمله اللي في حاجه ما بيتغيرش، بس انا بقتنع ان لو هيتغير هيبقى حاجه جايه منه هو، اللي هو انا بتغير عشان نفسي وعشان انا عايزه اتغير، ساعتها بجد ممكن يتغير. لكن ان حد يغير حد هي بتكون بحس ان اللي هو بنضحك على بعض. انا بحس كده يعني، انا بما اننا قعدت دردشه ثيرابي، اعتبروها ثيرابي عشان انا بحسها ثيرابي يعني. فانا بحس ان هي مش منطقيه خالص. عامه انتي او انت مش مطلوب منك ان انت تصلح الناس اللي حواليك وتشوف مين فيه وتشكلهم. عامه اللي هو مثلا انا الصفه دي مش بحبها في فلان فانا هغيرها، الصفه دي انا ما بحبهاش يعني انا بشكل الشخص على اللي انا بحبه واللي انا مش بحبه. فهي مش كوبي بيست، يعني ما ينفعش ان هي كل واحد بصفاته بعيوبه، مفيش حد كامل، مفيش حد ما فيهوش عيوب مهما حصل. الفكره ان انت لازم تبقى عارف عيوب الناس اللي حواليك وعيوب نفسك. يعني انا فيها عيوب واي حد فيه عيوب، ده مش حاجه عيب خالص، بس تكون متقبلها. اللي هو انا بحب كذا وبحب كذا وبحب كذا وعارف عيوبه وعارف اتأقلم واتعامل معاها. وساعات من كتر ما انت بتبقى خلاص انت عارف الشخص كويس وعارف عيوبه وعارف كل حاجة فيه،
بتحبه بقى كده ككل كباكج عامه، مش بقى اللي هو بتفصل ده عن ده والجو ده. مش مطلوب من اي حد ان هو يقعد يصلح من الناس اللي حواليه ويصلح في صحابه، هو عايز يبقى بيتعامل بطريقه معينه، وزي ما بيدي كتير ياخد، فيبقى بيحاول يعمل ده. مفيش حاجه هتيجي وانت بتفرست او ان انت بتجبر الحاجه ان هي تحصل. فاللي هو انت مش جاي الدنيا عشان تصلح الناس وتخليهم احسن فيرجن في حياتهم. كل واحد بيغير بيصلح من نفسه، وانت بتعمل ده هتلاقي الناس اللي شبهك، هتلاقي الناس اللي كويسة، هتلاقي الناس اللي دايما زيك بتحاول. لان انا بشوف ان فكرة المحاولة دي اكتر حاجة تحفة ممكن حد يبقى بيعملها في حق نفسه عامة. اللي هو بقى انا بحاول على طول، بحاول ان انا ابقى ناجح في الشغل، بحاول ان انا ابقى ناجح في الدراسة، بحاول ان انا ابقى ناجح في ان انا اكوميونيكيت، وان انا اتواصل مع الناس، وان انا ابقى فاهم مشاعرهم وفاهم مشاعري وعندي وعي كل حاجة. وانا بجد يعني بتخيلها كده ساعات، لو كل واحد بطل يركز في اللي حواليه وازاي ممكن يصلح او يخلي كل حد احسن، ويقعد بقى يفكس بقى ويصلح العيوب وكده، وكل واحد ركز في نفسه وفي عيوبه ومشاكله وبيحاول يصلحها ويحاول يبقى احسن نسخة من نفسه، والله الدنيا كانت هتبقى تحفة بجد. كل واحد كان هيبقى كده ايه، عارف يخلي نفسه شخص سوي وشخص كويس مع نفسه مع اللي حواليه وكده. هتحسوا ان هيبقى مجتمع اطيب بكتير من دلوقتي. لكن بحس ان بقى كتير اللي هو كل واحد سايب عيوب اللي جواه وسايب حاجات كتيرة المفروض ان هو يبدأ يحاول يغيرها عشان نفسه مش عشان حد. وبدأ بقى اللي هو ينتقد ويجادج الناس اللي حواليه. يعني كان في كود كده بحبها، هي بالانجلش بس انا مش فاكراها بالظبط الحقيقة، بس كانت اللي هو ان الناس كلها فيها عيوب وبتنتقد عيوب بعض، او مش فاكرة كانت عن السنز ولا كانت عن العيوب، مش يعني مش فاكرة بالظبط. بس المهم ان اللي هو كل واحد سايب مشاكله ودنيته وازاي ممكن فعلا هو يبقى احسن هو كإنسان كشخص، ويحاول يتغير ويصلح من نفسه. وخلاص بقى قاعد بيجادج بقى ده دي مش عارفة كذا وده مش عارفة ايه وايه القرف ده، طب ازاي. فاللي هو الموضوع بجد لو فعلا كل واحد كده مع البابل بتاعته بدأ يصلح من نفسه وركز عليه هو مش على اللي حواليه، بجد الموضوع كان هيبقى اسهل بكتير وسلس واحلى وكده، تحسوا الدنيا كانت هتبقى اريح يعني. ده كان ريمايندر حبيت ان انا عايزة احشره في الكلام، اللي هو انت مش مطلوب منك تصلح حد. ومش غلطتك ان ناس كنت انت بتحبهم على فيرجن او نسخة معينة، مش غلطتك ان هم فجأة انت اكتشفت ان هم مش الشخص اللي انت اتعودت عليه او حبيته او whatever. عشان كده انا بحس ان هي عامة it's all about memories. ودايما بقدر جدا الميموري او اللحظة وانا جواها، لان whatever بقى ايه اللي هيحصل قدام الناس، شخص هيبقى موجود في حياتك مش هيبقى موجود في حياتك او whatever. بحس ان يعني هي الدنيا عامة مش هتفضل متوقعة دايما، او البلان اللي انت حاططها مش هي دي اللي هتمشي. وساعات باب بيتقفل بيبان تانية كتير ربنا بيفتحها لنا وبتكون ممكن احسن بكتير. وساعات ممكن تبقى البلان مش حاجة انا حسيتها هتبسطني وفي الاخر احس ان انا الحمد لله ان هي ده اللي حصل. وربنا شايف كل واحد بيحاول، شايف كل واحد بجد بجد بيحاول يبقى شخص احسن مع نفسه هو كشخص. وفعلا صدقوني لو انتوا بتعملوا ده ربنا هيبعت ناس كتير قوي شبهكوا. فخليك كويس لحد ما الكويس او الناس الكويسة تلاقيك. يعني لو انت دلوقتي مثلا حاسس ان انت بقى وحيد ومفيش حد في حياتك والجو ده، فركز على نفسك وازاي تخلي نفسك ناجح اكتر. هواياتك مثلا، لو هتقوليلي دلوقتي انا معرفش انا بحب ايه او انا معرفش هواياتي، جرب اكتشف. هي مفيش حاجه بتيجي كده وانا قاعده فجاه اللي هو انا حاسه ان انا بحب كذا انا شاطره فيه. طب ما انا لو جربت هعرف انا بحبه ولا مش بحبه. مثلا جربت دخلت في وركشوب مثلا فعرفت ان دي حاجه انا بحبها حاجه ما بحبهاش. نزلت عامه حاولت ادخل نفسي في كوميونيتيز مختلفه وناس اعرف ناس جديده واجرب عامه. وصدقوني كل طالما انتوا بتتحركوا وبتحاولوا انتوا هتعرفوا اصلا نفسكم اكتر وهتفهموا نفسكم اكتر مع الوقت. يعني انا عارفه ان انا لسه قدام في حاجات كتير قوي هعيشها، انا ممكن دلوقتي وانا بتكلم ما اعرفش ان انا هعيشها، فمحدش عارف ولا انا عارفه ولا انتوا عارفين، هو ربنا عارف.
ففكرة ان هو شايفك بتحاول وشايفك بتسعى وشايفك فارق معاك ان انت تبقى انسان كويس، دي بجد لوحدها حاجة بتطمن جدا وبتحسسني اللي هو انا مش قلقانة ومش متوترة. مع ان انا شخص بيخاف جدا من المستقبل وبيخاف جدا من الفشل وبيخاف جدا عامة من الوقت وبخاف ملحقش، يعني بخاف ملحقش اقول للناس اللي بحبهم في حياتي، عيلتي صحابي والجو ده كتير ان انا بحبهم، بخاف ان انا ملحقش انجح في حاجات معينة متوقع ان انا انجح فيها. بخاف ملحقش اجرب حاجات عايزة اجربها، بالذات ان انا شخص بحس ان انا عايزة اجرب كل حاجة، حاسة ان انا ممكن احبها مع ان انا ممكن محبش كل حاجة بس انا عايزة اجرب. فالوقت مرعب، واكبر دليل ان هو بجد بيغير كل حاجة في ثانية، اذا كان بقى في وقت قصير وقت كبير whatever، فالوقت غير كتير او الدنيا عامة غيرت كتير. فزي ما غيرت كتير لازم تغير نظرتك، او انت من جواك تبقى شايف الناس اللي في حياتك في انهي نسخة هم فيها دلوقتي. فانا حسيت ان ده اول توبيك عايزه اتكلم بعد ما بقالي فتره مش بصور مش بنزل حاجه. طبعا اعتذرت لكم خلاص وانتوا قبلتوا الاعتذار تقريبا. حسيت ان انا عايزه يبقى ده اول حاجه نتكلم فيها لما ارجع، عشان حسيت الموضوع مريح وحسيته شبهي، او مش فكره شبهي، حسيت ان انا عايزه افضفض لكم. هو انا ما حكيتش حاجه قوي عني كالعاده، بس انا حاسه ان انا حكيت، يعني انا حاسه ان انا فضفضت واتكلمت. وانا ما بنصح ببقى بنصح نفسي وبنصحكم معايا، يعني انا زي ما قلت لكم دي حاجه مثلا وانا بقراها حسيت ان هي عجبتني جدا فكتبتها في النوتس. بعد كده قلت لا انا عايزه اصور عنها عشان ابقى بنصح نفسي وبنصحكم عشان احنا فاميلي مع بعض. فاتمنى يكون الفيديو كان ظريف لطيف عجبكم. ايه ظريف لطيف دي؟ حسيت ان هي كرنج شويه، مش مهم. انتظروا حلقات كريفنج بيس المعتاده، الفلوجز، واحنا بنحاول نخلي اليوم احسن يوم عشنا في حياتنا حتى لو اليوم هيبقى في البيت فقط. وطبعا استنوا فيديوهاتنا زي القعده دي كده، بس ان شاء الله مشروب احسن من اللي انا شربته ده. حاسه انا في فتره الكرياتيفيتي عاليه شويه فهحاول استغلها. بس بحبكم جدا، اشوفكم الفيديو الجاي، خدوا بالكم من نفسكم. ايه رايكم؟ بصوا انا حسيت ان انا النهارده عايزه ابقى كله ابيض، كله ابيض، معرفش فجاه انا حسيت ان اللون ده عايزه اشوفه كتير، فانا هتلاقوني حاطاه في كل حاجه. بس خدوا بالكم من نفسكم، تصبحوا على خير. اتمنى الفيديو ما يكونش قصير عشان اخر فيديو نزلته كان قصير جدا. حسيت ان انا مش قادره انزله لكم بالمنظر ده عشان احنا متعودين هو 20 دقيقه اقل حاجه. فخير يعني، بحبكم. انتوا لاحظتوا ان انا مش عايزه اقفل الفيديو وعماله ارغي واطول وبرغي في اي هري، يعني انا ما بقولش حاجه مفيده دلوقتي، يعني انا قلت حاجات مفيده قبلها. تصبحوا على خير.